السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا هنعمل صينية بطاطس وكوسة محشية لحمة مفرومة. ده الشكل بتاعها. جربيها تعجبك جدا بالطريقة دي. قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. معانا هنا 2 كيلو بطاطس مقوراهم، ونص كيلو كوسة برضو متقورة. التقوير بتاعهم احنا مش هنرميه. معانا اهو برضو غسلناه وحطيناه في مصفى. معانا كزبرة متقطعة، معانا فلفل اخضر، ومعانا لحمة مفرومة متعصجة. هنحط الفلفل الاخضر على اللحمة، وهنحط شوية من الكزبرة الخضراء. تمام كده، هنقلبهم مع بعض. تمام، معانا هنا الصينية هنحط فيها التقوير بتاع الكوسة والبطاطس. طبعا احنا غسلينهم ومصفينهم كويس. هنفرشهم في الصينية من تحت بالطريقة دي كده. تمام، الكوسة بقى البطاطس والكوسة اللي معانا هنحشيهم. هيتحشوا معانا بكل سهولة. لو وصلتي لحد هنا هتحطي اللايك. تمام كده، هنحشي كل الكمية اللي معانا. تمام، هنا كده حشينا كل الكمية اللي معانا الكوسة والبطاطس. في المرحلة دي هنكون ضاربين طماطم في الخلاط، وهننزل بيها على الصينية. تمام كده، بعد ما نزلنا بالطماطم حطيناها على النار على البوتاجاز من فوق، ومعاها معلقتين سمنة. هنكون مشغلين الفرن يسخن عقبال ما تغلي غلوتين، وبعدين ندخلها الفرن. دي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. جربيها وان شاء الله هتعجبك، وبألف هنا وشفا. جربيها بالطريقة دي هتعجبك، واشتركي في القناة لو مش مشتركة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.